طيب احنا وقفنا النهارده، كنا بنتكلم النهارده عن خلق آدم. خلاص دخلنا بقى في انتهينا من مراحل خلق آدم، وازاي الملائكة اتخلقت، ازاي الجن اتخلق، ازاي آدم اتخلق، ومراحل خلق الإنسان، مراحل خلق الكون، الأرض والسماوات اتخلقوا ازاي في 6 أيام، كل يوم اتخلق ايه. نرجع بقى النهارده نكمل إن شاء الله في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وهو خلق آدم عليه السلام. حاول ان انا اتكلم كلام مبسط شويه عشان في معانا يعني اولاد صغيرين شويه. في صوت، لا في صوت مش سامع. هو اللي متنح كده اهو. طيب اتخلق سيدنا ادم عليه السلام. وبعد ما اتخلق طبعا احنا قلنا ان هو اخر حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون كله كانت سيدنا ادم. بعد ما خلق الاشجار والحيوانات والدواب والجبال والانهار والشمس والقمر والنجوم كل ده اتخلق، وبعد كده الملائكه، وبعد كده وبعد كده الجن، وبعد كده سيدنا ادم. وقلنا ان ابليس كان متحير جدا في موضوع خلق سيدنا آدم، وكان كل شوية يدخل ويخرج من كل فتحات موجودة في جسم سيدنا آدم، وقال لقد خلقت لشيء عظيم لا أعلم ما هو. تمام، وكان هيتجنن عشان يعرف هو إيه، وكان خايف لا ياخد مكانته. والملائكة كانت خايفة برضو من الخلق بتاعنا. أول ما شافت آدم كانت زعلانة، بس الفرق إن الملائكة المشكلة عندك يا مس هند، معلش. آه، حد يرد عليا يا جماعة يقول لها إن المشكلة عندها في الصوت، مش عامة، إلا إذا لو كان المشكلة عند الناس كلها. مش عارف الناس سامعة ولا لأ. الصوت واضح. طيب خلاص، يبقى حد يكتب لها بس على الشات عشان أنا مش فاضي أكتب. حد يكتب لها إن المشكلة عندها في الصوت. تمام، أو يقول لها تعمل إيه، يعني حد يكتب لها في الشات يقول لها تعمل إيه. طيب كان هنا في تخوفين اتنين: تخوف من الملائكة وتخوف من إبليس. إبليس خايف لحد ياخد مكانته، تمام، اللي هو وصل لها، اللي هو كان أكتر واحد بيعبد ربنا في الجنة. وبرضه المشكلة كمان الملائكة كانت خايفة لحسن يكون تقصير من عندها هي في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، فربنا هيستبدلهم ويجيب حد تاني يعبد ربنا مكانهم. تمام، وده مثال قلناه. لو انا قلت لكم مثلا انا هسيبكم وما عدتش هدي للفصل بتاعكم، ففي ناس تقول طب مين اللي هيجي بدلنا، وفي ناس تقول هو احنا زعلناك في حاجه. اهو ده الفرق. تمام، احنا زعلناك في حاجه فيتهموا نفسهم هم بالتقصير. تمام، وده اللي حصل مع الملائكه، ان هم كانوا خايفين لا يكونوا هم اللي مقصرين في حق ربنا سبحانه وتعالى، وخايفين لحسن ربنا يستبدلهم. تمام، اتخلق سيدنا آدم، وأول ما اتخلق ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح، فلما نفخ فيه الروح عطس. فأول كلمة آدم عليه السلام قالها، الملائكة قالت له قل الحمد لله. فراح قايل الحمد لله، يبقى أول كلمة اتقالت الحمد لله. وبعد كده قال الله سبحانه وتعالى لآدم رحمك الله، أو رحمك ربك. يبقى أول حاجة الحمد لله، وأول رد من ربنا للإنسان رحمك ربك. شوف جمال اللقاء ما بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين سيدنا آدم. طيب، كل اللي احنا قلناه من المخلوقات اتخلقت من حاجة واحدة بس. تمام، الأرض من تراب، السماء هواء، الملائكة من نور، الجن من نار.
طب الانسان ادم اتخلق من ايه؟ من تراب وميه. احنا المخلوق الوحيد اللي اتخلق من حاجتين اتنين، مش من حاجه واحده. تمام؟ طب ده ايه؟ لان احنا مكونين من حاجتين اتنين مش من حاجه واحده. ازاي بقى؟ احنا مكونين من اه احنا مكونين من تمام، شكرا شكرا يا آل. احنا مكونين من الجسد والروح. احنا مكونين من الجسد والروح. محمد تعالي يلا. الجسد هو اللي هو الغشاء الخارجي، الكفر اللي احنا فيه. تمام؟ مثلا الجراب بتاع النضاره ده الجسد، لكن اللي جواه دي هو ده الروح. تمام؟ احنا جوانا الروح. الروح دي احنا ما نملكهاش ولا نعرف عنها حاجه. جه ربنا سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انتوا ما تعرفوش حاجة عن الروح ومش هتعرفوا حاجة عن الروح. تمام؟ انما الجسد لا، ده جسدي انا حر فيه، العب، اكل، اشرب، ابهدله، اكسره، انط من مكان عالي، مش عارف، اعور نفسي. انا حر في الجسد بتاعي، ان كان ده هتحاسب عليه يوم القيامه، لكن انا حر فيه اعمل فيه اللي انا عاوزه. لكن كروحك لا، انت ما تملكش روحك. انت تملك انك تسمو بروحك. حلو الكلام ده، كلام كبار شويه بس هوضحه برضو عشان لو كان حد من ولادنا مش فاهم. جسمي انا بلعب رياضه ومحافظ على جسمي وبروح الجيم وعامل فورمه الساحل، تمام، ومبين عضلات وترابيس ومجانس وبتاع، يبقى كده ده جسمك وانت حر فيه، وده حاجه كويسه جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. حلو، ان كان في كل خير. طيب بالنسبه لي المؤمن اللي طول الليل سهران وعمال بيشرب قهوه وبيشرب حاجات سجاير ومش عارف ايه، وقاعد في اماكن فيها دخان وفيها تلوث، فبالتالي صحته تعبانه وجسمه تعبان، فبالتالي ما بيحافظش على جسمه، هيتحاسب على كده يوم القيامه. تمام؟ ده حاجه. طب الروح لا، انت روحك دي ما تملكش منها حاجه خالص. انت روحك ديت اصلا، انت عايز اقول لك على حاجه. انت عارف العمال اللي بيبقوا شغالين باليوميه، اللي هو هيجي يعمل لك الشغلانه ويقبض اليوميه بتاعته، هيشتغل في اليوم ب 100 جنيه فيقبض ال 100 جنيه، ولو ما جاش مش هيقبضه. هو احنا روحنا دي باليوميه شغاله معانا باليوميه. ازاي؟ روحك دي كل يوم بتجيلك الصبح، اول ما بتصحى من النوم الروح بترد ليه. هي كانت فين؟ هي كانت عند ربنا سبحانه وتعالى، بتطلع تتحاسب على اليوم اللي انت عملته. لا، واحده واحده بقى. هو انا كل يوم روحي بتسيبني وتطلع؟ اه. انت بتموت بالليل. تمام؟ انت ميت، انت نايم بالليل بتبقى ميت. عملت طول اليوم حسنات وسيئات. حسنات وسيئات دي كتبت لك في كتاب. الكتاب، تمام، اول ما بتقوم من النوم الصفحه بتتفتح: كرام كاتبون يكتبون ما تفعلون. تمام؟ قام فتح عينيه، قال كذا، مسك الموبايل فتح مش عارف مقطع ايه، اتفرج عليه، عدل افكاره، او عمل كذا او قال كذا، او يعني كل حاجه تتكتب الصفحه اللي بعدها اللي بعدها. عمال تتريق على ده وتتكلم على ده وتجيب في سيره ده، وصليت، عملت حاجات كويسه وعملت حاجات وحشه. اخر اليوم خالص قبل ما تنام جيت لاخر صفحه وتبدا اخر حاجه خالص عملتها إيه قبل ما تنام؟ التوقيع بتاعك، اقفل الكتاب، نام، الروح تسيبك وتطلع لربنا سبحانه وتعالى تتحاسب. انت عملت ده النهارده؟ اه. طب امضي بقى تقرير على كل اللي انت عملته النهارده. تمام؟ كل اللي انت عملته تمضي عليه تقرير. تمام؟ يعني انا روحي بتطلع تمضي تقرير على اللي اتعمل طول اليوم. ايوه بالظبط كده. طب انا مش هنام؟ لا هتنام، مش بمزاجك. لا مش هنام، انا بحب اطبق اصلا. ايوه، ما انت كل يوم بتنام مثلا 8 ساعات. تمام؟ ايا كان بقى الثمان ساعات دول بتنامهم بدري بتنامهم متاخر بتنامهم امتى، بس المهم انت كل يوم بتنام كام؟ 8 ساعات، 10 ساعات، زي ما انت عايز. طيب انا
مش هنام النهارده. طب ما هو بكره لما تيجي تنام هتنام 16 ساعه، وهتطلع تمضي على الاقرار بتاع امبارح وبتاع النهارده. طب انا مش هنام لا النهارده ولا بكره ولا بعد. هتقعد 3 ايام، وفي اليوم الرابع هيجي لك انهيار عصبي وهتخش عنايه مركزه. هيفضل تحت البتاع مغمى عليك 4 ايام، على قد ال4 ايام اللي انت سهرتهم تتحاسب عليهم. يبقى انت مش بمزاجك تنام او ما تنامش. فاهم يا احمد؟ فاهم؟ انا مقعد ابني في ثالثه ابتدائي عشان لو اشوف هو فاهم ولا لا. تمام. طيب. يبقى دلوقتي انا عندي الروح دي بتسيبني وتطلع تتحاسب على اللي حصل طول اليوم، وبعد كده ترجع. حلو. يبقى كده ادم مكون من جسد وروح. ان هو الاحسن وان هو اللي بيكتر عن التاني؟ والله دي بقى انت وشطارتك. ازاي بقى؟ لو انت عملت اعمال كويسه روحك بتبقى اعلى من جسدك. تلاقي روحك دي بالليل عايزه تقرا قران، وبالليل عايزه تصلي، وبالليل عايزه تسبح. وانت ماشي رايح راكب مواصلات، ولا راكب عربيه بتاعتك، ولا راكب تاكسي، ولا رايح تلعب، ولا رايح في اي مكان، تلاقي نفسك ماشي عمال بتسبح ربنا وبتذكر ربنا. تمام. وقت فاضي هتمسك المصحف وتقرا فيه. يبقى ده كده الروح بتاعتك طغت وعلت عن الجسد بتاعك. طب الجسد بتاعك انت مريحه ومأنتخ وقاعد وعمال تاكل وتشرب وتنام وتقوم ومزاجك حلو وما بتعملش حاجه، وجسمك كده الجسد بتاعك هو اللي غلب على الروح. ما لكم إذا قيل لكم انفقوا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هو ده بقى اللي جسمه كسب روحه. تمام. في بقى حد تاني روحه أعلى من جسمه. تمام. روحه عنده لها قيمة، اللي هو الأذان يأذن يقوم يتوضأ ويصلي. بيعمل مثلا في البرد والجو برد ومكسل يقوم يتوضى ويصلي. في دلوقتي ماتش الاهلي شغال، تمام، وفي ناس اهلاويه وسابت الماتش وقاعده عشان تسمع درس الاهلي. تمام. اهو ده بقى اللي روحه غلبت على جسمه. تمام. يبقى امتى الروح تغلب؟ لما اكون طاعه ربنا سبحانه وتعالى احب الي من اي شيء تاني. وامتى الجسد يكسب؟ لما يكون انت عايز تنتخ وتقعد وتكبر دماغك وما تعملش اي حاجه. تمام. نرجع. مش فاهم. زياد تامر. طيب. بص يا زياد، الحته دي كبيره شويه عليكم. خلينا بس يعني ايه. ادم اتخلق من الروح والجسد. الروح اللي هو جسمك. تمام. انت عايز تقعد من مأنتخ ومريح دماغك وما بتعملش اي حاجه. تمام. يبقى ده انت كده جسمك هو اللي كسب. يبقى انت كده تفضل قاعد بروطه كده مش هتعمل حاجه خالص في حياتك. تمام. انما عندك قوه وحيويه ونشاط، اول ما الاذان ياذن تقوم تتوضى وتصلي، مامتك قالت لك اعمل حاجه تقوم انت قايم عاملها، يبقى انت كده روحك احسن من جسمك. يبقى انت كده ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. يبقى انت كده احسن عند ربنا من الملائكه. الحته اللي كنت قلت لكم عليها، مين الاحسن، احنا ولا الملائكه؟ الملائكه دي ما بتعملش اي ذنوب خالص، انما احنا بنعمل ذنوب. اه احنا بنعمل ذنوب، بس احنا ربنا حاطط فينا الذنوب اصلا، فاحنا ممكن نعمل ذنب. انما الملائكه ما بتعرفش تعمل ذنوب، لان ربنا سبحانه وتعالى خالقها من نور، ما بتعرفش تعمل ذنوب اصلا. تمام. فبالتالي انا لما اجي اعمل حاجه كويسه، يبقى انا جوايا الخير والشر واخترت الخير. يبقى انا كده احسن عند ربنا من الملائكه، لان الملائكه ما بتعرفش تعمل اصلا الا الشر، الا الخير. تمام. اه. تمام. نكمل. نيجي بعد كده لآدم. آدم اتخلق. تمام. وأول ما آدم اتخلق ربنا سبحانه وتعالى آه، لما آدم اتخلق اتخلق في السماء، في الجنة. في الجنة. اه في الجنة. هل الجنة بتاعتنا؟ والله بقى فيها اختلاف. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الجنة ديت اسمها جنة الخلد أو دار الخلد.
تمام؟ معنى كده اللي هيخش وياكل منها هيخلد ومش هيموت. ولا هي جنة تانية؟ انا من رأيي انا ان هي ما كانتش الجنة اللي هي الجنة اللي احنا هنخشها يوم القيامة ان شاء الله. انما دي كانت حاجة كده ايه، تأهيل. عارف انت لما يكون حد رايح يشتغل، تمام، فبيقولوا له احنا هناخدك في مدينة مش عارف ايه او في مركز تأهيل كذا، هتتدرب فيه لمدة شهر وبعد كده تنزل الشركة تشتغل. تمام، اهو ده كانت حاجة زي كده، ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كان عامل جنة كده، مكان لتأهيل سيدنا آدم إنه هينزل يشتغل في الأرض. بس الأول اتدرب في الجنة دي. الكلام ده أنا جبته منين؟ ربنا سبحانه وتعالى في صفحة 6 في سورة البقرة قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في الأرض ولا في الجنة؟ في الأرض. معنى كده إن آدم مخلوق للأرض ولا للجنة؟ للأرض، وهيعيش في الأرض. تمام، ومخلوق علشان ينزل الأرض ويعمر الأرض. تمام. طيب، أمال إيه موضوع قصة الشجرة؟ قصة الشجرة، ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم كل ده متاح بالنسبة لك، كل واشرب في الجنة اللي ما بتخلصش دي، إلا الشجرة دي يا آدم ما تاكلش منها علشان لو كلت منها حرام. حلو. سيدنا آدم عشان هو نفس بشرية يروح ياكل من الشجرة. ليه كل من الشجرة؟ لحاجتين. هقول لك على حاجة. قبل ما آدم ياكل من الشجرة، هو مين اللي خلى آدم ياكل من الشجرة؟ احنا عارفين ان السيدة حواء هي اللي خلت سيدنا آدم ياكل من الشجرة. حواء دي جت منين؟ سيدنا آدم اسمه إنسان. اسمه ايه؟ إنسان. ليه تسمى الإنسان إنسان؟ لأنه بيأنس بغيره. لما تكون أنت رايح مشوار وتقول لحد تعالى معايا ونسني، فتقوم واخد حد معاك عشان يونسك في الطريق، يبقى كده أنت اسمه إنسان لأنه بيأنس بيك. تمام؟ بتونس بيك وأنت معايا. ماشي؟ طيب، سيدنا آدم علشان ما يزهقش من الجنة، في مثل كده كان يقول لك إيه؟ الجنة من غير ناس ما تنداس. يعني ما حدش يمشي في الجنة وهنزهق منها لو ما كانش فيها بني آدمين. تمام، حتى لو أنا رايح أجمل رحلة هطلعها في حياتي بس أنا رايح لوحدي، ما معيش حد ألعب معاه ولا أتفسح معاه، فبالتالي هزهق. تمام، فتلاقي بتوع مثلا ايه، بتوع المصريين اللي بيسافروا الخليج، رغم انهم عايشين في دبي وعايشين في جدة وعايشين في الرياض وعايشين في مكة والمدينة، بس تلاقوهم نفسهم يرجعوا مصر. اللي من حلاوة مصر؟ لا والله، بس عشان اصحابهم هنا في مصر، فهم عايزين يرجعوا عشان يقعدوا مع اصحابهم. ليه؟ لانه ما بيأنسوا بغيرهم. وده نفس النظام اللي احنا فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش سيدنا آدم يزهق، عشان سيدنا آدم ما يزهقش خلق له السيدة حواء. طب خلق حواء منين؟ ازاي؟ طب آدم اتخلق من طين وبعد كده ربنا نفخ فيه الروح. حواء اتخلقت ازاي؟ سيدنا آدم كان نايم، صحي لقى حواء نايمة جنبه. جت منين يعني؟ من الضلع. عارف الضلع؟ الضلوع بتاع الصدر، من ضلع من ضلوع الصدر هنا اتخلقت منه. طب ليه وهو نايم؟ حتة كده أولادنا الصغيرين مش هيفهموها. المرأة لما بتتألم بتحب أكتر. تاني، المرأة لما بتتألم بتحب أكتر. الراجل لما بيتألم بيكره. تمام؟ مثال، المرأة عشان تخلف بتتعب جدا في الحمل، في الولادة، في الرضاعة. تلاقيها طول الليل قاعدة وشايلة ابنها في عز البرد ومطية، ظهرها اتكسر وتعبت، وبتنزل فيتامينات بتاعت جسمها كله في الرضاعة. وبعد ده كله تقوم بايسة البيبي وحاطة جنبها، وأول ما يتحط يقوم معيط، تقوم جايباه تاني وبايساه ومرضعاه لحد ما ينام، تيجي تحطه يقوم معيط. وهكذا ممكن تفضل طول الليل، ممكن تفضل يومين على كده. تقول لي ما قال لي ليلتين أو ثلاثة ما نمتش، فتحبه أكتر.
تمام. احنا الرجاله ابقى نايم في الاوضه الثانيه وحاطط المخده فوق دماغي عشان ما اسمعهاش لا هي ولا ابنها. ليه؟ انا لما بتألم وبتعب بكره. فاحنا لو كنا احنا اللي بنحمل وبنرضع كان زماننا موتناهم. تمام؟ فالحمد لله. المهم، حواء هتحمل وهتتعب فبالتالي هتحب. آدم لو كان اتألم وهو بيتخلق منه حتة حواء كان زمانه كره حواء. عشان كده ربنا خلقها له وهي نايمة. حلوة دي؟ نكمل. حواء اتخلقت من آدم. حالة. بص الحالة هي دي صغيرة يعني كبيرة عليك شوية فمش هتفهميها، مش مشكلة دي. تمام. المهم يا حالة انتوا بنات اما بتتعبوا بتحبوا الحاجة اللي انتوا تعبتوا فيها. انما احنا كرجاله بنحب ننتخ، بنحب الحاجات السهله. تمام. ما بنحبش نتعب نفسنا لان لو تعبنا نفسنا بنكره الحاجه اللي احنا تعبنا فيها. تمام بس كده. المهم نرجع لموضوعنا. حواء اول ما اتخلقت من ضلع ادم استيقظ ادم فلقى حواء نايمه جنبه. انت مين؟ قالت له انا انسان. اسمك ايه؟ اسمي حواء. صحيح. هو ليه حواء وادم؟ ادم يعني ايه؟ ادم يعني اسمر البشره. آدم يعني لون البشرة بتاعته أسمر لأنه مخلوق من طين. أسمر خالص. تمام. فكان سيدنا آدم العفو يا حبيبي. كان سيدنا آدم أسمر البشرة لذلك اتسمى آدم. تمام ماشي. طيب حواء لأنها تحوي في داخلها البشر وحب البشر. تمام. آدم تزوج حواء. تمام. قبل ما يتجوزها كان موضوع الشجرة. تمام. ايه موضوع الشجره؟ الشجره ربنا سبحانه وتعالى قال لادم ما تاكلهاش. اسكن انت وزوجك الجنه ولا تاكلا من هذه الشجره. تمام. يا ادم لا تتبع الشيطان ان الشيطان للانسان عدو مبين. ما تمشيش ورا الشيطان ما يغوكوش عشان ما يخرجكوش من الجنه. تمام. ومع ذلك آدم عصى ربنا سبحانه وتعالى وكل من الشجرة. حتة هنختم بيها. إيه الفرق ما بين معصية آدم والمعصية اللي إحنا هناخدها دلوقتي بتاعت إبليس؟ آدم عصى ربنا سبحانه وتعالى وإبليس من قبله عصى ربنا سبحانه وتعالى. إزاي؟ إبليس أول ما آدم اتخلق ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة اسجدوا لآدم. ليه؟ زي الحته اللي احنا قلنا عليها. ادم مكون من الروح والجسد. لو الروح عنده عليت عن الجسد يبقى هو افضل من الملائكه عشان كده خلى الملائكه هي اللي تسجد له. لان اعتراف ده اعتراف من ربنا واعتراف من الملائكه ان ادم افضل من الملائكه. احنا افضل من الملائكه لو عبدنا ربنا. تمام؟ طيب ادم ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه ان هي تسجد له وامر معاهم ابليس بما انك في منزله الملائكه اسجد معاهم. فراح ابليس عشان يسجد معاهم بص لادم وما رضاش يسجد. فربنا قال له ما سجدتش ليه؟ هنقول حاجه يا لين. إيه ما سجدتش ليه؟ قال له أسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سؤال كده لأولادنا الصغيرين. هو النار أحسن ولا الطين؟ النار بتحرق وبتاكل وبتولع وبتدمر. الطين هو اللي بنزرع فيه. الطين رمز النماء. يبقى بالله عليكم لما كان يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين يبقى نقول افضل. طين افضل طبعا. تمام. طيب يبقى كده ابليس ما مش ذكي. تمام. طيب حاجه تانية. ابليس اول ما ربنا سبحانه وتعالى قال له خلقتني من نار وخلقته من طين قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مدحورا. اطلع بره وما تخشش الجنه تاني. سؤال بقى. هو ليه اول ما ادم عصى ربنا راح ربنا طرده؟ لان ابليس معصيه ابليس كانت كبر وتكبر وتفاخر. ودي اكتر حاجه ربنا بيكرهها. ليه؟ لان الكبر والتفاخر من صفات ربنا سبحانه وتعالى.
مفيش اي حد يشترك مع ربنا في الصفات دي. الميتنج قدامه بالظبط 5 دقايق، فهنسرع، ولو وقفنا عند حاجه هنكمل من بعدها ان شاء الله بكره. تمام. اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم، ابليس رفض يسجد بسبب الكبر، فعشان كده ربنا طرده من رحمته. انما ابليس، انما ادم لما عصى ربنا وكل من الشجره ما كانش يقصد، ما يقصدش الكبر، انما ده معصيه، ذنب صغير. تمام. حته بقى جميله قوي، ولا اقول لكم توبه ربنا على ادم هنخليها للحلقه الجايه، بس عايز اقول الحته دي. ازاي الشيطان كان بيغوي سيد ادم وهو قال له مش هتدخل الجنه، اخرج منها. قيل ان الشيطان علشان يدخل يضحك على سيدنا ادم راح لافعى تعبان واتفق معاها، قال لها خديني في بقك ودخليني لادم علشان اخش، او يعني اغويه واضحك عليه علشان يخرج من الجنه. تمام. طيب مين اللي عمل كده؟ الشيطان. ليه؟ علشان الشيطان مش عاوز ادم يبقى احسن منه، لان هو حاسس انه هيبقى احسن منه من البدايه. طب مين اللي قال لنا الكلام ده؟ هو اللهبل. اللهبل. تمام. قال لربنا طب ايه رايك بقى ان انا هغويهم وان انا هضحك عليهم، الا اللي بيعبدك، اللي هو اللي الروح بتاعته اهم من الجسد، اللي بيعبدك وبيصلي ما اقدرش اعمل له حاجه. انما اللي همه على بطنه ويريح دماغه ويقعد زي ما هو عاوز، يعمل اللي هو عاوزه، يلعب زي ما هو عاوز، لا بيسمع كلام حد ولا بيحترم باباه ولا مامته ولا له دعوه بحد، واللي هو عاوزه بيعمله، ينام وقت ما هو عاوز ويصحى زي ما هو عاوز، ده بقى العب بيه زي ما انا عاوز واعمل فيه زي ما انا عاوز. تمام. لكن اللي بيعبدك ما اقدرش اعمل فيه حاجه. تمام. هو اللي قال كده. طب انت يا غبي بتقول على اللي انت هتعمله ليه؟ طب ما انت كنت تضحك علينا من غير ما تعرفه. لا، ده هو قال على كل حاجه، قال على الخطه بتاعته كلها. ربنا سبحانه وتعالى قال له مش هتقدر تعمل مع حاجه مع اللي بيعبدني واللي بيسمع كلامي وبيسمع كلام ابوه وامه. تمام. حلو. يبقى ده خطه الشيطان. الشيطان راح لسيدنا ادم وقال له يا ادم، انت عارف ربنا قال لك ما تاكلش من الشجره دي ليه؟ قال له ليه؟ قال له علشان الشجره دي اسمها شجره الخلد، والجنه دي ملهاش اول من اخر، لو انت كلت منها مش هتموت، لكن ربنا عايزك تموت. تمام. وليك زمن معين هتموت فيه، لكن انا ربنا قال لي مش هموت وهفضل عايش لحد يوم القيامه عشان انا كلت من الشجره دي، فربنا مش عايزك تبقى زيي. لو كلت من الشجره دي يا ادم انا وانت مش هنموت لحد يوم القيامه. حلو. قال له انا مش مقتنع. قال له اقسم بالله اللي انا بقوله لك صح. اول ما الشيطان حلف لسيدنا ادم، سيدنا ادم صدق. تمام. ايوه يا لينا، دي وسوسه الشيطان، مش حوار دار ما بين الشيطان لا، دي وسوسه في عقله. تمام. طب حتى ابن سيدنا ادم بعد كده بيقول له يا ابتي، ازاي الشيطان يضحك عليك ويطلعك من الجنه؟ قال له يا بني، اقسم بالله وعمري ما كنت اتخيل ان حد يقسم بالله كده، لان ابونا ادم برضو كان راجل طيب، اول واحد في البشر خالص يا جماعه. فمش واخد على امور الايه، النصب والوسوسه بتاعت الشيطان والحاجات دي. فما كانش يتخيل ان حد ممكن يقول اقسم بالله وهو كذاب، ما كانش متخيل اصلا ان ممكن حد يحلف كده او يتكلم او يكذب. تمام. فبالتالي ضحك على سيدنا ادم وخرجه من الجنه. ايه موضوع حواء، امنا حواء؟ ولا لها اي علاقه خالص. اتضحك عليها زي ما اتضحك على سيدنا ادم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له ولا يخرجنكما من الجنة.
انتوا الاثنين هتخرجوا، وكان كلام موجه لآدم وحواء، انتوا الاثنين زي بعض، انتوا الاثنين احذروا ان انتوا تخرجوا من الجنة لو ما سمعتوش الكلام. كفايه لحد كده النهارده. عايز اسمع رايكم في الحلقه بتاعت النهارده. بعد اذنكم هسيب الجروب مفتوح ربع ساعه بس، اسمع رايكم. ايه المعلومه اللي انت عرفتها اول مره، وايه اللي انت عايز تعرفه المره الجايه، وانا هقول لكم ان شاء الله هنقول ايه المره الجايه في الكومنتات. اشوفكم على خير بكره او بعده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.